الممبار ده أكلة شعبية لذيذة جدا، وأنا بقى بعمله بحتة تحبيشة خطيرة هتخلي اللي ما بيحبش الممبار يحبه وياكله. شايفين دايب ازاي؟ يستوي ولونه تحفة وطعمه كمان يجنن. تعالوا اقول لكم التحبيشة الوهمية اللي انا بعملها للممبار. هنحط شوية زيت في الحلة وعليهم بصل كتير بقى، يعني حوالي 3 بصلات كبار متقطعين ناعم كده، وهنقلبهم لحد ما البصل يدبل ولونه يتغير، مش هنخليه يغمق علشان ما يخليش الخلطة مررة معانا. بعد ما البصلة تدبل هنضيف بعد كده كيلو عصير طماطم ونقلبه ونسيبه لما يتسبك. لما تتسبك وتتقل مش هحط عليها التوابل عشان بتمرر، فهحطها على الرز. انا عامله هنا نص كيلو ممبار، هيحتاج تقريبا كيلو رز. هحط له معلقه صغيره ملح ومعلقتين كمون ومعلقه كزبره ومعلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه 7 بهارات ورشه شطه لو انتوا حابينه سبايسي شويه. هنقلب الرز مع التوابل وبعد كده هنضيف الخضره شبت وبقدونس وكزبره متقطعين ناعم، وبعد كده هنضيف الصلصه ونقلب الرز مع الصلصه والخضره. ده الممبار هو مغسول ومتنضف، طبعا هو بيجي من بره متنضف فانا مش هتكلم في موضوع تنظيفه. هنعبي الرز جوه الممبار بالطريقه دي ونحاول ما نخليش الممبرايه مليانه قوي لان الرز لسه هينفش، يعني نحاول ان احنا نيجي نمسكها كده نحس كانها ما فيهاش رز، وهنفضه من الرز الزياده وهيبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا تيجي تمسكوه كده تحسوا كانه ما فيهوش رز. في حله فيها ميه مغليه على النار هنحط لها معلقتين صغيرين ملح وورق لورو وحبهان، وهنسقط الممبار بتاعنا ونحاول ما نخليش الحله مليانه لان طبعا لسه الرز هيزيد جوه الممبار فعشان ما يفرقعش مننا. بعد نص ساعه هنبدا ان احنا نبص عليه، هنطلع واحده كده وندوس عليها بسن المعلقه، لو فتح معانا وبصينا على الرز لقيناه مستوي يبقى كده نطلعه فورا من الحله. في طاسة فيها زيت سخن على النار هنحمر بس الجزء اللي هيتاكل، هنسيبه لحد ما ياخد لون حلو من تحت وبعد كده هنقلبه وياخد لون من الناحية التانية. هنطلعه من الزيت على ورق مطبخ وبعد كده عند التقديم هنرصه على بقدونس. وكده الوصفة خلصت وريحته ما شاء الله قلب البيت. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيه ايه في الكومنتات. ما تنسوش تشيروا الوصفة مع اصحابكم اللي عايزين تحببوهم في الممبار وتقولوا لهم رأيكم فيه ايه.